معلش انا اسف على التاخير، انا خلاص وصلت اهو، يعني دقيقتين بالظبط وهتلاقيني عندكم فوق. استاذ ماجد، سؤال يا استاذ ماجد، هل هوية الإنسان تتأثر بنظرته لقيمته، أم قيمة الإنسان تتأثر بهويته الشخصية عن المواقف اللي يتعرض إليها؟ بفهمه لحقيقة واقعه وقيمته. بص انا متاخر جدا، اسف جدا جدا، مش وقت تاني وهقف على السؤال ده، معلش انا اسف جدا، معلش انا اسف. ازاي في الكلمة اللي فاتت كنت بتقول ان احنا نعتمد على فهمنا، والكتاب بيقول اعتمد على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. معلش انا اسف جدا، بس متاخر وعندي شويه خالص، بس ربنا يبارك. وقت تاني وجاوب على الاسئله، ربنا يبارك. ماجد كان عندي سؤال مهم. انت المره اللي فاتت دلوقتي رحت قعدت اتكلمنا ان قد ايه مدى علاقه اهميه علاقتك بربنا، وقد ايه بتدينا استناره، وقد ايه بتساعدنا ومش عارفه ايه. طيب دلوقتي زمان الموضوع كان اسهل بكتير، انا ده عايز افهم دلوقتي الشرح حوالينا في كل حاجه، والموضوع اصعب بكتير. ممكن اصلا على المواقف اللي احنا بنعدي بيها مش موجوده في الكتاب. يعني انت دلوقتي لو مسكت موبايل هتلاقي في شر، لو بصيت حواليك كده نزلت الشارع هتلاقي شر. هو ما جاش دلوقتي ليه؟ هو جاي زمان كان لسه الموضوع سهل، بقى في اسئله كتير قوي. بص انت يا ماجد، ايه؟ صاحبي ومشي. انا عايز اقتله بس انا امانه ايه؟ امان يا اسطى. شفتيش ماجد؟ بس انا بص لي وقرف ومشي. السنة بقرف؟ السنة بقرف؟ طب نسأل، ممكن يكون هيثم عارف، فنسأل هيثم. عم هيثم، شفت احمد رايح فين؟ اوه احمد فوق، نطلع له؟ نطلع له، يلا بينا. هنا بقى. واضح كده ان في اسئله كتيره محيرانا ومحتاجين اجابات عليها، عشان كده الجمعه الجايه في بيت الخليج عاملين وقت مختلف، وقت سؤال وجاوب. لو عندك سؤال محيرك ومحتاج اجابه عليه، في لينك هتلاقيه موجود، خش على اللينك اكتب سؤالك وتعالى خليك معانا الجمعه الجايه ونحاول نلاقي اجابات للاسئله مع بعض.